بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الصلاة هي العلاقة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي مبعث الاطمئنان للقلوب، ولأهميتها للإنسان جعل الله لنا رخصا تيسر علينا أدائها عند حدوث أي مشقة حتى لا نتركها، وكي نحافظ عليها في جميع أوقاتها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. ومن أحكام الرخص في الصلاة للمسافر والمريض: أولا، أحكام الصلاة للمسافر 2: الجمع والتقصير. للمسافر رخصتان في السفر لتيسير مواظبته على الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال سعيد: قلت لابن عباس رضي الله عنه: ما حمله على ذلك؟ قال: ألا يحرج أمته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أولا، رخصة الجمع. والجمع هو أداء الظهر والعصر في وقت إحداهما، أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويصلي الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، والمغرب والعشاء وقت المغرب جمع تقديم، أو يصلي الظهر والعصر في وقت العصر جمع تأخير، ويصلي المغرب والعشاء وقت العشاء جمع تأخير. ثانيا، رخصة القصر. أما القصر فيكون في الصلوات الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، وتقصر إلى ركعتين. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم في الأرض يقصد السفر أو السعي عن الرزق خارج بلادكم. كيفية الجمع والقصر: كيفية الجمع والقصر تكون على النحو التالي: الظهر مع العصر ركعتين في وقت الظهر جمع تقديم، أو في وقت العصر جمع تأخير، ويصلي المغرب 3 والعشاء 2 في وقت المغرب جمع تقديم، أو في وقت العشاء جمع تأخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، أي المغرب والعشاء. مسافة السفر المناسبة للعمل بهذه الرخص: يجوز للمسافر العمل بهذه الرخص إذا كانت مسافة سفره لا تقل عن 85 كيلومتر. حكم صلاة المريض: رخصة ترك القيام. يرخص للمريض الصلاة جالسا أو على جنبه تيسيرا عليه، وذلك في حالة عجزه عن القيام أو وجود مشقة في ذلك. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كان بي مرض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصلاة في المواصلات: قد تكون صلاة نافلة وقد تكون صلاة فرض. فإذا كانت صلاة نافلة فلقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة على البعير، لذلك يجوز صلاة النافلة وهي الصلوات غير المفروضة في المواصلات لمن أراد، حتى وإن لم يتمكن من استقبال القبلة أو كان جالسا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. أما بالنسبة لصلاة الفريضة فالأصل أن يؤديها المسلم بأركانها وواجباتها كاملة، فإن كان مسافرا ولم يمكنه النزول ولم يتمكن من القيام أو استقبال القبلة وخشي فوات وقتها فله أن يصليها في أثناء تنقله على هيئته، ولكن يجب أن يعيدها عند الوصول نظرا لفقدها ركن وهو القيام وشرط التوجه إلى القبلة. وبكده نكون عرفنا رخصة الجمع ورخصة القصر في الصلاة، وعرفنا حكم الصلاة في المواصلات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.